بيبدأ الفيلم بقصة فريق من الأبطال الخارقين اسمه فريق زينس، وبيكون قائد الفريق بطل خارق اسمه زوم، وبيكون مع زوم في الفريق أخوه كونر، وبيكون في عالم اسمه دكتور جرانت بيساعد فريق زينس في عمل تجربة عشان تحسن قوة أداء الفريق عن طريق تعرضهم لإشعة جاما 13. وفعلا زوم بقى أسرع كتير، بس أثرت إشعة جاما 13 على كونر وحولته لشخص شرير، فانقلب على فريقه وحاربهم، وتسبب إن زوم يفقد جزء كبير من قوته، وتسبب كمان في موت باقي أفراد الفريق. بس قدر زوم في النهاية إنه يحبس كونر في بعد زمني بعيد عن الارض، وبنروح بعدها لمقر من مقرات الحكومه السريه، وبنعرف من دكتور جرانت ان كونر في طريقه للارض مره تانية، وانه هيوصل خلال 12 يوم. فيرجع الجنرال فريق زينس مره تانية ويطلب من دكتور جرانت انه يدور على اطفال عندهم قوه خارقه، ويقرر ان زوم هو اللي يتولى تدريبهم. وبعدها بنروح لزوم اللي بيكون رجع لاسمه الحقيقي اللي هو جاك، وبيكون جاك شغال ميكانيكي وبيستخدم اللي بقى من قوته الخارقه في حياته. وبعدها بتظهر مارشا اللي بيكون شغاله مع دكتور جراند، وبيجي دكتور جراند بعدها ويقول لجاك انهم بيكونوا فريق جديد وعايزينه يدرب الفريق الجديد، بس بيرفض جاك فيضربه جراند بحقنه مخدره. وبعدها بنشوف مجموعه من الاولاد عندهم قدرات خارقه، فنشوف سيندي اللي بتكون قويه جدا وتقدر ترفع اي وزن، وبنشوف برضو سمر اللي بتقدر تحرك اي حاجه بمجرد النظر ليها، وبنروح لديلن اللي بيكون بيقدر يختفي ويظهر وقت ما هو عايز، وبنشوف بعدها تاكر اللي بيكون بيقدر يكبر اجزاء جسمه وقت ما هو عايز برضو. وبعدها بنروح لمقر فريق زينس، وبيفوق دكتور جراند جاك ويقول له انه قدامه خيارين، انه يفضل في المقر ويدرب الفريق الجديد وياخد 500,000 دولار، او يرفض تدريب الفريق ويدخل السجن. فيضطر جاك انه يوافق على تدريب الفريق، وبيعرف دكتور جراند جاك على دكتوره مارشا اللي بيكون باحثه في القوى الخارقه، وبيقول له انها هتكون مسؤوله معاه عن تدريب الفريق الجديد. وبيشوف جاك مع جرانت ومارشا الاولاد المرشحين يكونوا في الفريق، وبيكون جاك معترض وشايف انهم اطفال عاديين، ويقول لمارشا انهم مش هيستحملوا اشعه جاما 13، بس بتقول لمارشا انهم هيطوروا قدراتهم ومش هيستخدموا جاما 13. وبيشوف جاك قدرات الاولاد وبيختار سيندي وسمر وديلين وتاكر اللي شفناهم من شويه. وبعدها بتعرف مارشا الاولاد على جاك، بس بيكون الاولاد مش عارفين ان جاك هو زوم فيستهزئوا بيه. في الوقت ده بيكون الجنرال مع دكتور جراند، وبيكون فاضل حوالي 8 ايام على وصول كونر، فيفكر الجنرال انه يعرض الاولاد لاشعه مكثفه من جاما 13 عشان ما فيش وقت لتدريبهم وتطوير قدراتهم. وبعدها بيوري جراند جاك بدلته الخارقه اللي اخترعها له زمان، بس ما لحقش جاك انه يستخدمها. في الوقت ده بتعرف مارشا الاولاد ان جاك هو زوم، وبتوريهم المجلات المصوره اللي اتعملت عليه وتحكي لهم شويه عن مغامراته. وبعدها بيبدا تدريب الاولاد، فتشيل سيندي 5 طن، بس بيعصبها جاك ويتريق على لبسها فتحدف عليهم 2 طن ونص. وينجح جاك انه يطور مهاره سمر ويجعلها تتحكم احسن في الحاجات، وبيختفي ديلن ويهرب من التدريب باستمرار. وبيقدر تاكر انه يكبر جسمه فيلزق جاك في الحيطه. وبعدها بيسال جاك مارشا هم ليه بيدربوا الاولاد دول، بس بترفض مارشا انها تقول لجاك الغرض من تدريب الاولاد. وبعدها بتجتمع مارشا مع الجنرال وتقول له ان الاولاد لسه مش جاهزين يواجهوا الخطر. في الوقت ده بيدخل جاك للاجتماع، فيقول له الجنرال ان الاجتماع ده سري ومش مسموح له بالحضور، فيخلي الامن يخرج جاك من الاجتماع. وبعدها بيشوف جاك والاولاد روبوت كان اخترعه جرانت زمان لفريق زينس، وبيوري جاك للاولاد طبق طاير خاص بفريق زينس، فيركبوه كلهم ويروحوا يشتروا اكل ليهم. فيوصل الخبر لوسائل الاعلام ان في طبق طاير في المدينه، فتروح مارشا وتزعق لجاك عشان بدل ما بيمرن الاولاد خرجهم بالطبق الطاير، فيسيبها جاك ويمشي. وبالليل بتكون سيندي خايفه تنام لوحدها، فتروح لجاك وتصحيه وتطلب منه انها تنام معاه في الاوضه، فيخليها جاك تنام على الكنبه، فتخلع سيندي الكنبه من الحيطه وتجرها جنب سرير جاك وتنام قريب منه. ومع الوقت بيتمرن الاولاد اكتر واكتر وبتتطور قدراتهم اكتر واكتر، وبيهرب ديلين كالمعتاد من التدريبات فيحطه في مكان لوحده، فيروح جاك ليه ويتكلم معاه ويخرجه ويخلي قائد للفريق. في الوقت ده بيكون باقي يومين على وصول الكونر للارض، وبعدها بيروح الجنرال مع دكتور جراند للمكان اللي المفروض يطلع منه كونر للارض، وبيكون دكتور جراند بيخطط ان الاولاد يهاجموا كونر ويشتتوه عشان يقدر انه يحدف عليه شبكه الكترونيه اخترعها. في الوقت ده بيعمل جاك ومارشا حفله للاولاد عشان يكافئهم على تعبهم في التدريبات، بس بيجي الجنرال ويوقف الحفله. في الوقت ده بيشوف جاك اشعاع جاما، فيعرف جاك ان الجنرال عايز يعرض الاولاد لاشعاع جاما عشان قوتهم تزيد، فيقول له جاك انه كده هيأذي الفريق زي ما اذى فريقه زمان، بس بيقول له الجنرال انهم خلاص اتخذوا القرار ومش هيرجعوا فيه. وبعدها بياخد جاك الاولاد ويبدا يختار لهم اسامي زي باقي الابطال الخارقين، بس الاسماء مش بتعجب الاولاد فيختاروا لنفسهم اسامي، فيسموا تاكر ميجا بوي، وبيسموا ديلين هوديني، وبتسمي سيندي نفسها برنسس، وبيسموا كلهم سمر واندر. وبعدها بيقول جاك انهم لازم يهربوا من المقر في اسرع وقت. في الوقت ده بيكتسب ديلين قدره جديده ويقدر انه يشوف دكتور جراند والجنرال ويعرف انهم بيدربوهم عشان يواجهوا كونر اخو جاك. فيتصدم جاك ويروح لجراند والجنرال ويقول لهم انه عارف ان اخوه حي وجاي عشان يواجههم، وبيقول جاك للجنرال ان الاولاد مش هيقدروا يواجهوا كونر. في الوقت ده بيكون باقي حوالي ساعه على وصول كونر، فيؤمر الجنرال انهم يحبسوا جاك. في الوقت ده بيشوف ديلين انهم بيجهزوا ليهم جاما 13، فيقول لباقي الاولاد
الاولاد، وبعدها بتيجي مارشا مع الحراس عشان ياخدوا الاولاد، وفي طريقهم عشان يعرضوا الاولاد لجاما 13 بتنفخ مارشا في الحراس وتطيرهم، وبنعرف ان مارشا كمان عندها قدرات خارقه، وبيساعد الاولاد مارشا في التخلص من الحراس، وبيروحوا بعدها عشان يخرجوا جاك من الحبس، فترفع سمر الحارس لفوق وتضرب سيندي الباب فيتكسر ويقع فوق جاك، وبعدها بيركب الاولاد الطبق الطاير مع مارشا، ويفضل جاك تحت عشان يفتح لهم الباب، بس بيأمر الجنرال انهم يقفلوا كل الابواب، وبيقدر جاك انه يطلع للطبق الطاير ويتحكم فيه ويطلع من المقر قبل ما الباب يتقفل بثواني قليله، وبنعرف ان باقي حوالي 10 دقايق على وصول كونر، فيوصل جاك ومارشا والاولاد للمكان اللي هيطلع منه كونر، وبيأمر جاك الاولاد يفضلوا في امان وما يتدخلوش بينه وبين كونر، بس الاولاد بيقولوا لجاك انهم عيله واحده، بس بيصمم جاك على رايه، فينزل جاك من الطبق الطاير وفعلا بيوصل كونر ليه، وبيعرف كونر ان جاك قوته قلت عشان كبر في السن، انما هو شاب لسه زي ما هو، وبيكون كونر متضايق من جاك، فيقول له جاك انه زمان اضطر يعمل فيه كده عشان دمر فريقهم، فيضرب كونر جاك ضربه قويه تطيره لبعيد، ويفضل كونر يضرب في جاك. في الوقت ده بيجهز الجنرال الشبكه الالكترونيه، وبيظهر الروبوت لجاك فيتشتت بيه، وبيظهر الاولاد ومارشا كمان، فيتريق كونر على فريق جاك الجديد. في الوقت ده بيحتف الجنرال الشبكه الالكترونيه، بس بيقدر كونر انه يصدها فتتحدف ناحيه سيندي، فترجع القوه الخارقه لجاك ويرجع زوم من تاني ويجري بسرعه ناحيه سيندي، ويقدر انه ينقذها من الشبكه، وبيتحرك بيها بسرعه بعيد عن المكان، وبيطمن جاك عليها انها بخير، وبعدها بيهاجم كونر قوه الجنرال، فيروح جاك بسرعه كبيره للمقر ويلبس بدلته ويروح لفريقه ويتحد معاهم، فيظهر ديلن قريب من كونر ويضربه، وبعدها يختفي، وتقدر سمر انها تتحكم في الصخور وتضرب بيها كونر، ويضرب تاكر كونر بكرشه فيطيره لبعيد، وتشيل سيندي عمود كبير وتضرب كونر بيه وهو في السماء، وبيكون جاك بيجري بسرعه كبيره فيقدر انه يعمل دوامه كبيره وتنفخ مارشا في كونر فيدخل جوه الدوامه، ويفضل جاك يجري بسرعه كبيره لغايه ما يروح مفر اشعاع جاما 13 من كونر، فيرجع كونر لشخص طيب وطبيعي من تاني، فيقول له جاك انه لازم يستعمل قوته في الخير، وبيعرف جاك كونر على الاولاد، وبعدها بيرجع الاولاد للحياه العاديه، فتنجح سيندي انها تمثل مسرحيه روبونزل، وبيقدر تاكر انه يلعب كره قدم ويبقى حارس مرمى ممتاز ولا محمد الشناوي في زمانه، وتشترك سمر في فريق التشجيع وتشيل الفريق حرفيا، ويظهر ديلين ليها ويبداوا يعجبوا ببعض، بس لما بيرجع الخطر بيتحدوا مره تانية عشان يحموا العالم ويخلص الفيلم. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.